والله العظيم هي مش موضوع، هي رسالة إلى المواطن التونسي بمنظرتي لبن قردان. أنا عمري ما نعرف دول الخليج، عمري ما نعرف السعودية، عمري ما نعرف الكويت، عمري ما نعرف قطر، عمري ما نعرف الإمارات، عمري ما نعرف البحرين، عمري ما شفت شيء. لكن الرسالة اللي جاتني يوم الاثنين، يوم الثلاثاء تحديد الطلوع إلى عرفة، جات على الانترنت رسالة صورية من عند صديقي بقيت بيت. شنو هي؟ اللي هي قال لي منير، قال لي برا خويا بوس ايدك وحملها. احمدوا ربي على الوضع في تونس عايشين فيه، احمدوا ربي روعتكم الخير وما تحمدوش. شنو هي؟ ورالي صحن. انا والله العظيم صدقني من غير ما نحلف، لو كني من كل حلف كاذب ما نحلفش. عرفتك الفنجان نتاع القهوه هذاك اللي يجيب القهوي كيف تاجي ب 40 دينار. هو قال لي هذا في السعوديه ب 40 دينار. قلت له شنو هذا؟ قال لي ب 40 دينار. قلت له احنا هذا حتى كي ناخذ في تونس ربوع دجاج يعطيهولك ديسير ما يجيش. قال لي احمد ربي وبشر توانسه راكم في خير. هذه هي الاولى. الريال السعودي هو ما يقابل في التونسيه 850 فرنك. 1000 ريال. 1000 ريال. به لقيت بيت قال لي يخسر. قال لي الماء اللي احنا عاملين اعتصامات ما مطر ما ثماش. قال لي المدينه في الكعبه ما نعرفش بلاد اخرى يعني من ضواحي المدينه. قال لي مقطوع نهائيا. قال لي مش اقتطاع من عند ربي، قال لي بفعل فاعل. قال تصور انت الكعبه ولت بلاد تجاريه. قال لي يقصوا الماء يجيبوا لنا في الماء المعلب، يعني يكون احنا صافي وصابرين يبيعوا لنا فيه. الخبز قال لي انسى. قال لي برا اعمل الحرمين بالكعب واطلع عرفات واطلب ما يعطوكش خبز، ما يرحموكش. قال لي ثم السوريين تحياتي اهالي سوريا. قال لي ثم مجتمع يطيبوه على الرمل، يعني ترابها سخون في السعوديه. قال لي يطيبوه ويبيعوه هنا. كما نقول احنا خبز تملاوي. قديش؟ 3000 دينار تونسيه. هي قلت وليت عشيكم. قال لي ابكي انت واحد من الناس. قال لي ولا انا 3 كعبات تروح فطروا قال لي 9000. قال لي باش ناخذ 3 كعبات كنا احنا ملاوي باللغه نعش نسموهم غادي. قال لي باش تعشى بابك الصحن هذاك. قال لي الماء وصلوا ماء زمزم اللي هو هبه ربانيه. هاي الماء معناتها شوف ما اهدها وامر ماء زمزم. قال لي تعرف شو عملوا لنا فيه التوانسه؟ يعطيك ايترا ماء زمزم مقابل، اكد لي هذه مقابل نص ايترا زيت زيتونه. قال لي في السعوديه وريهم ايترا زيتونه كاين وريتهم الجنه. خويا تحب ماء زمزم اعطيني زيت الزيتونه. وصلت انا تحمس وريتي بعثت كولي بارافيون زيت زيتونه للسعوديه. هذا يا رفعت ابا سعيد صالح سعودي باش بعث لي ايترا ماء زمزم. ايترا من عند حوصيت حاج باش بعث. هم عندهم غاديكا زيت الزيتون التونسي خير من ماء زمزم اللي هو حفر سيدنا اسماعيل بقدمين. يخيروا زيت الزيتون التونسي على ماء زمزم. السلطات الامنيه في السعوديه ما تتحكمش. عندهم وزاره الحج هما. ما عندهمش اللي زمتها الامنيه. مو امنيه مو حج، مو حج امنيين هم بطبيعتها تصحيح قولك هم امنيين. ما ينجموش يحكموا. علاش؟ كيما صارت هنا لوبيات السعوديين يحكموا فاش يخدموا في السوريين والفلسطينيين. اكبر بلاد نعطيك معلومه اخويا الصحافي حسب معلومات اللي جاتني في الحاجه هذه، اكبر بلاد فيها السرقه السعوديه هي الكعبه. فما برشا سرقه. اكبر بلاد في العالم. هذا السيد صاحبي وان شاء الله نمشي له هو روح. قال لك اول بلاد في العالم ما تقول لي حد شيء في السرقه هم في الكعبه. وشكون هم؟ الهنود والبنغلاديش. قال لي تاجروا بهم تجار سعوديين يتاجروا بهم. برا نحى الكرطه هذاك، نحى الجوال ما يقولوش بورتابل، نحى الجوال هذاك تمشي تشكي
غير دور يقول لك معناتها الطواف غير دور غير دور، انسى هكا تحرك حاجه كيما مات بابا وباباك، انسى الموضوع هذا باش تشكي مركز وشرطه وكذا. يقول نهبوني يقول لك غير دور مع الطواف، انسى باش تشكي وانسى باش نظام وانسى باش امن في غاديك ما عندهمش. هذا اللي شيء اللي استغربت فيه في السعودي، دي خطوة راهي بلاد ربي، قال لي انا بلاد ربي، انا بلاد او صدقني نتحملها على مسؤوليتي وعلى عاتقي وهو رامي قال لي ندمت في ال20 مليون اللي حاجيت بهم للسعودية. قال لي والله رجعت نادم. واخر كلمة قالها لي وقت جيت هنيته في المطار، قال لي الله يثبت لي به. علاش؟ قال لي اني استعملت في اخو زعبلات. قال لي مش هكا بلاد ربي بر الرسول، ما زمزم، الحافظ سيد اسماعيل، عرفات، الصفا والمروه. قال لي هذا كل ما قال لي لا. قال لي انا تمنيت مشيت القدس، مشيت جامع عقبه، صدقت بهم 20 مليون الحاجه هذه ولا نمشي بهم للتراب، ما نقولكش وين، نحتفظ بالجواب ده غير تراب كذا كذا ما نقولش بيه، لكن ندم. قال لي والله ندمت نهز يدي لربي وانت الله لا يثبت لي فيها. قال لي من اللي شفته في عيني هذه قلت أرض مكرمة، أرض محرمة، أرض اللي عاش فيها الرسول، أرض اللي مات فيها الرسول، أرض اللي بعث فيها ربي من بيت المقدس الرسول من القدس إلى المدينة. قال لي يا أخويا عفى الله عما سلف، وتمنيت لو كان 20,000 دينار اللي حاجة برعت بهم أيتام ومساكين في تونس، وقعدت هنا في تونس وما نعرفش، ما عنديش حتى معلومة على الوضع اللي في ظرف 20 يوم عشتوا في الكعبة، ما بين الكعبة والمدينة وعرفات. قال لي يا أخويا عفى الله عما سلف. قال لي العبودية والعنصرية هاي الكلمة نقولها لك، واليهودية. واليهودية قال لي البلاد اللي شفت فيها كما تعمل الأهل السعودي، قال لي يا أخويا شفت فيها العنصرية والعبودية واليهودية. قال لي ندمت لكن ربي يتقبل عليا. قال لكن أنا رجعت نادم على 20,000 دينار اللي يعلم به ربي كيفاش كونتم. مشيت حاجة وين قال لي ركد ممكن تصور العيشة هذيك، الخبز احنا في تونس قال لي احمدوا ربي يا توانسة. قال لي والله احمدوا ربي عندكم فرينة وعندكم زيت وعندكم. قال لي والله لا تراه، والله لا تراه المظلة الشمسية تو احنا في الشطوط يقولوا هاي غير. قال لك ما يعطيك مظلة بالطواف على الشمس وما يعطيك مظلة إلا قبل الفلوس تبوسوا سقي، تهبط على ركايبك وتبوسوا سقي تترجاه باش يعطيك مظلة لا لشيء، لأن كانت الحجاج ثم يجي 100,000 حاجة كذا كذا. قال لك تترجاه وتبوسوا سقيه، مش يدير رد بالك مش ملوك، تبوسوا سقيه باش يعطيك المظلة باش تدور بها. قال لك يا أخويا سبحان الله، إذا كان هذه بيت ربي وهذه الكعبة سيدنا إبراهيم وهذا جبل عرفات وهذا الصفا والمروة، قال عفى الله عما سلف. واخر كلمه قالها لي في داره قال لي حسبي الله ونعم الوكيل، وهذاك علاش ربي يجازي فيني.